وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. عارفين ان التعب النفسي اصعب من التعب الجسدي على الانسان؟ طيب تعرفوا ان الواحد لو نام زعلان مش ممكن يقوم تاني. طيب تعالوا بقى احكي لكم كده على حاجة حصلت معايا انا شخصيا وشفتها بنفسي. من كام سنة كده حصل لي حاجة، تعبت واتحجزت في المستشفى، لاني ان انا انام في عنبر بتاع المستشفى انا وواحدة على سرير واحد. في ناس اكيد هتسأل السؤال، ليه نمت على سرير واحد او ليه نمنا على سرير واحد؟ هقول لكم. وحسيت ان البنت دي في اليوم ده ان انا حاسه ان انا عارفاها من زمان. فالمهم بقى دخلنا انا وهي العنبر، ما كانش فيه غير سرير واحد، انا دخلت عليه الاول، لقيتها هي فضلت واقفه، هي مش عارفه هي هتنام فين، فكل السرير التانية عليها ناس. فانا ناديتها قلت لها تعالي هننام مع بعض على السرير، عشان ايه؟ احنا داخلين مع بعض. فصعبت عليا، ما فيش سراير فاضيه، فيها هتنام فين يعني؟ كل ينام على السرير وهي تنام على الارض. فانا ناديت لها قلت لها تعالي هننام مع بعض على السرير واحد وما فيش اي مشكله. فبقى كل يوم كنا نتعرف على بعض، وكل واحده تحكي اللي عندها ونهزر، بنعرف بعض اكتر عن اليوم اللي قبله. فالمهم بقى كنت كل يوم الاحظ ان هي بتاخد حاجه، كل يوم بالليل الاقيها بتاخد حاجه. فانا بصراحه كنت عايزه اسالها وكنت محرجه. فالمهم بقى انا كان الفضول بمعنى اصح، فقمت رايحه قايله ما بديهاش، انا لازم اسالها اشوف اللي هي بتاخده دول وكمان ما بتاخدوش غير بالليل. فسألتها بقول لها أنا عايزة أعرف بس حاجة، هو اللي أنت بتاخديه دي إيه؟ قالت لي أنا باخد حبوب الاكتئاب. بقول لها بتاخدي إيه؟ أنا بصراحة أنا اتصدمت. قالت لي أنا باخد حبوب الاكتئاب. بقول لها ليه؟ أنت لسه صغيرة والحاجات دي أعرف إن هي مضرة مش حلوة. ردت عليا قالت لي أنا كان عندي واحدة قريبتي عايزة عليا فتوفت، فأنا اتأثرت لما هي ماتت وتعبت. تمام. فروحنا للدكتور، الدكتور شافني وكده فجالي حالة من الاكتئاب، وكنت وباخد بقى العلاج ده بقاله فترة وما اقدرش ان انا امنعه. فقلت لها طب ما تيجي كده نجرب ان انت تسيبي الحبوب خالص ونشوف ايه اللي هيحصل. خدت منها شريط الحبوب وقلت لها نامي. حاولت تنام ما عرفتش، تحاول تنام ما عرفتش، فانا بصراحة صعبت عليا. فقمت رايحة مديها مديها الحبوب دي عشان تنام. خدت الحبوب من هنا ونامت. تاني يوم صحيت بتقولي تعرفي ان جوزي جايب لي كمية علاج كتيرة جدا. فبقول لها ليه؟ بتقول لي عشان لو في يوم اتمنعت من السوق، في يوم لو ملهاش، في يوم لو محدش بيبيعها تكون موجودة عندي. وتعرفي كمان لو الحبوب دي مش موجودة خالص، تعرفي ان انا معرفش انام، ممكن افضل طول النهار كده صاحية. كمان ربنا يعافينا بما ابتلى به غيرنا. مش عارفة انا بقولها صح ولا غلط. فالمهم يا جماعة كمان عايزة اقول لكم ان الاكتئاب ده ما بيجيش مثلا من واحد عز عليكي او واحده عز عليكي ماتت، لا، ممكن يجي لو انت نايمه زعلانه، ممكن يجي لو انت معيطه، ممكن يجي لو في حاجه مضايقاكي. يعني ربنا يسترها يا رب كده ويشفي كل مريض. ان المستشفى دي يعني بتعرفك على ناس اول مره تشوفيهم، بتتصاحبوا بتتكلموا. انا عن نفسي يعني لما انا دخلت المستشفى، هي بصراحة كان أيام مختلفة غير الأيام اللي احنا بنعيشها بره المستشفى خالص. بس بصراحة كانت كانت أيام حلوة، يعني مش أيام التعب، لا كانت أيام الناس الكويسة اللي انت قابلتهم في المستشفى. عايزة أقولك كمان إن البنت اللي أنا كنت بتكلم عليها دي عمرها ما راحت من بالي، على طول في بالي، على طول بفتكرها.
وربنا يشفي كل مريض. انا عارفه بقى ان انا خدتكم في الكلام ونسيت اسلم عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويكون يومكم عسل وسكر على عيونكم. النهارده يوم الخميس، بعمل روتين كده بسيط وخفيف عند اختي. احنا النهارده الخميس وصايمين، فحبيت ان انا اعمل كده روتين في اوضه الاطفال. بدات ان انا بعد كده ما كنست كده الاوضه والصاله بالمكنسه، جبت كده فوطه نظيفه وبدات ان انا وامسح الفليزر برضو كده الحته اللي هي العيال بتمسكها دي. وكمان ايد الفريزر بتبقى على طول متبهدله، عشان الاطفال على طول بيفتحوها. وحتى وكمان لو ايديهم وسخه بتتوسخ على طول. وبرده الازاز، جبت ملمع الازاز وبدات المع الازاز كده عشان ينضف وكمان يلمع معايا. نمسح، بنروق، نذكر الله، نشغل القران، نقول اذكار. طول ما انت بقى بتقولي اذكار كده وبتذكري ربنا، اعرفي ان انت عمر ما في حاجه هتجيلك وحشه، وربنا يحرسك من اي حاجه ان شاء الله. خلصنا كده بقى الاوضه بعد كده ما مسحناها ونفضناها وخليناها زي العسل. انا بقى كده كده نور الاوضه، عشان بقى نور ربنا كده يخش بقى في الاوضه والجو الحلو العسل ده. انا بصراحه برتاح في الجو ده وبحب اقعد فيه، احلى من النور بصراحه بكتير. تمام. خلصنا كده بقى اوضه الاطفال، مسحناها وروقناها وخليناها على سنجة 10. احلى حاجه كده ان انت تروقي وتقعدي في حته نظيفه، دي بتخلي كده عندك راحه نفسيه بصراحه. وهنا برضو الصالة أنا عملناها برضو وعملنا فيها كل حاجة. الحاجة دي الشغل يا جماعة والله ما بيخسس، لا ده بيديكي طاقة إيجابية وبيديكي حافز ويشجعك جدا إن أنت تقومي تروقي. لو الحتة وسخة قدامك ما تكسليش، قولي لا، قولي قومي كده من على السرير او من الحته اللي انت قاعده فيها، قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قومي كده تشجعي. دخلنا بقى كده المطبخ، لقيت اختي بصراحه بتطبخ، فبقول لها سيبي وانا كنت هكمل. قالت لا انت كفايه عليكي كده. هنا كانت بتعمل بقى السبانخ، بصراحة أنا بحبها جدا في الجو اللي احنا فيه. وهنا كانت بتعمل لحمة. احنا كنا صايمين وخلاص، قرآن المغرب خلاص بيقول، وهنا كان الرز بيتردد وخلاص. بقى هنسيب لحد ما المغرب يدن. بعد بقى ما المغرب يدن غرفنا كده الأكل معانا. تعالوا افطروا، أكلة هنية تكفي 100. هناكل بقى كده، وبعد ما ناكل بقى هنشوف ايه اللي ورا الأكل ده، هنعمل ايه تاني، هتعملي ايه تاني. دخلنا بقى عشان نغسل الاطباق اللي احنا اكلنا فيها. اول حاجه بجيب سلكه وبجيب شويه الصابون، كلنا عارفين الحاجات دي، وانت ست بيوت شاطره وكلكم ممتازين ونضاف. كده اغسل الاطباق بالسلكه والليفه. عايزه اقول لكم يا جماعه، هو ممكن يكون ظاهر لكم ان انا بغسل الاطباق بسرعه، لكن انا مجريه الفيديو عشان وقت بقى الفيديو ما يطولش وانتوا ما تزهقوش مني، عشان انا بحبكم جدا. لكن انا بغسلها عادي زي ما اي واحده بتغسلها في البيت. بعد ما غسلتهم شطفت الحوض ونزلت بالاطباق اللي انا غسلتها على نظافه، عشان اشطفها كده على نظافه. واهم حاجه وانت بتشطفيها حطي ايدك فيها عشان بيكون الصابون لازق فيها، عشان ما فيش حاجه تحصل لاولادنا او لنا، وربنا يكفينا شر اي حاجه وحشه. عايزه اقول لكم بقى كده، بعد ما غسلنا الاطباق قلت انا عايزه ارتاح بقى شويه. لقيت ولاد اختي بيقولوا ما فيش حاجه مسكره كده ناكلها اخر السهره. ده في بليله في الفريزر اللي احنا كنا عاملين كميه وتفضل كميه عنها في الفريزر، قلت له طلعناها بقى، حطيناها كده على رتل من اللبن وسيبناها لحد ما تفك. هنا بقى ان هي السعيده لكل بيت. احلى حاجه كده بحب اتفرج عليها، ما تلاقيش كده موعان كده في المطبخ والرخامه نظيفه، ده احلى حاجه. هنا بقى جبت كده كيس فانيليا وحطيت كده شويه من السكر وبدات اقلب فيها. خلاص غليت معايا بقى، هجيب بقى الكاسات بتاعتنا عشان نغرف بقى كده البليله الجامده العسل دي. الجو ساقع بقى، عايزين حاجه كده سخنه تدفي معدتنا وتدفينا كمان. كده بقى ممكن تدفيكي في الشتاء السحلب، البليله، حمص الشام، الحاجات اللي هي سخنه اللي هي تدفي دي بقى. كان فيديو النهارده، ودي كانت البليله الجميله القمر. اتفضلوا معانا بقى، اللهم ديم علينا نعمه واحفظها من الزوال، امين امين امين. حد جديد دخل قناتي اتفرج على قناتي وعجبته، او اتفرج على فيديوهاتي وعجبته، اشكركم جدا جدا. دي كان روتين البسيط، كان روتين يوم الخميس، يا رب يكون عجبكم. مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظ الله. سلام.